السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو عملناه مع بعض. النهارده بقى معانا فيديو جديد، عايزه اقول لكم فيديو حلو قوي قوي، ان شاء الله باذن الله يعجبكم جدا. كان معايا النهارده اوردر تورتايه. عايزه اقول لكم ان صاحبه التورتايه دي من اول الناس اللي شجعتني، من اول الناس اللي دعمتني، من اول الناس اللي بصراحه لما كنت بغيب كده او بختفي فتره، يعني مثلا تعبانه شويه، مكسله اشتغل، الجو حر قوي، عندي اي ظروف، طبعا كلنا بيمر علينا، فالاقيها بتكلمني. لو لقيت صوتي متغير شويه تقولي لا، احنا عايزين نبقى احسن في شغلنا، عايزين نطور من نفسنا، عايزين نشتغل احسن ونشتغل اكتر وننتشر. وكلامها كان كله تحفيز وتشجيع، ربنا ما يحرمنيش منها ابدا ابدا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فهي بصوا جوه قلبي كده، يعني بحبها قوي قوي. فكانت طالبه مني تورتايه لعيد ميلاد زوجها. عايزه اقول لكم ان هي يعني الحمد لله والشكر لله بتثق في شغلي جدا. فقالت لي اقترحي علي اشكال، فبعت لها كذا شكل، وهي بعتت لي كذا صوره منهم برضو، وقالت لي اختاري لي واعملي لي اي واحده من دول، انا عارفه ان اي واحده فيهم هتطلع حلوه قوي قوي وهتعملها لي جميله جدا. فمن خلال الفيديو ده بشكرها من قلبي. فبالفعل خبزت الكيك قبلها بيومين، نص شوكولاتة ونص فانيليا، وبعدين غلفت الكيك كويس قوي وشلته في التلاجة. زي ما قلت لكم كتير قبل كده ان الكيك لازم يتخبز قبلها بيوم او بيومين ويتحفظ كويس قوي قوي، اهم حاجة مفيش اي هوا يدخل ليه. الكيك لما بيتخبز في نفس اليوم ما بيكونش بنفس الطراوة وبنفس الحلاوة بتاعة اللي هو الكيك البايت. دي نصيحة مني ليكم، ما ينفعش ابدا ان احنا نخبز الكيك ونشتغل يعني فيه في نفس اليوم، هيفرفت منك وهيبوظ ومش هيطلع افضل حاجة. يوم بقى تسليم التورتايه، الحمد لله والشكر لله بصحى بدري لما بيكون عندي اوردرات، وبدات ان انا اقطع الكيك. ما شاء الله كانت 5 طبقات عاليين، مش طبقات رقيقه خالص. وبدات ان انا احشي الكيك. طبعا انا مش بطلع اي تورت خالص خالص، حتى لو تورت اقتصاديه مش بطلعها ابدا، كيك وكريمه بس. طبعا سقيت الكيك رغم ان هو كان طري جدا، بس برضو سقيته بخليط التسقية اللي طبعا معروف. وبعدين بدأت ان انا احط بقى حشواتي. التورتايه كانت من جوه مليانه حشوات، اللهم بارك، حلوه جدا جدا. وبدات بقى ان انا احطها في الفريزر، حطيتها حوالي ساعه وبعدين طلعتها. عملت التجليس الاول اللي هو بتاع لم فتفيت الكيك، وبعدين سبتها برضو حوالي ساعة وطلعتها بقى ايه اشتغل فيها واعمل لها الفينيش بتاعها. طبعا التورتايه دي عايزه اقول لكم هي منتشره، بس انا ما عملتهاش كتير، يعني اللي هو انا عملتها تقريبا 3 مرات بس مش اكتر من كده. رغم ان هي تعتبر ترند، اللي هي تورته الفيونكات الستان. بصوا مع كل الالوان بتطلع تحفه، بصراحة بتعجبني قوي قوي، من اجمل التورت اللي هي الرقيقة الكلاسيك، اللي هي الهادية، القمر بصراحة. طبعا التورت دي اشكال كتير قوي قوي، وما شاء الله اللهم بارك، انا يعني بطلع الشغل التورت يعني بيرفكت جدا وحلو قوي قوي. فالتورت دي مجالها يعني مش عايزة اقول لكم كبير جدا جدا، واشكالها لا تعد، يعني ما شاء الله. بس التورت اللي هي الفيونكات والحاجات دي بتكون مناسبة اكتر يعني عيد ميلاد زوجك، عيد جوازك، الحاجات دي بتكون عايزة حاجة سيمبل كده وهادية ورقيقة. خلصت كده التورتايه من فوق، عملت بالقمع اللي هو قمع البيتيفور، عملت بالكريمه باللون الايفوري، وبعدين عملت حواليها باللون الاحمر الغامق، علشان تطلعي اللون الاحمر الغامق ده. لو انت مش مخمره اللون الاحمر من قبلها بيوم، حطي على اللون الاحمر نقطه صغيره خالص خالص من اللون الاسمر. وبعدين قلبتهم كويس قوي، وبعدين بدات ان انا اعمل بقى التورتايه من فوق بالاحمر ومن تحت برضو بالاحمر، وكتبت على تورتايه من فوق هابي بيرثداي
وبدأت ان انا اعمل قلوب من بره كده على على التورتايه. ما شاء الله اللهم بارك. بتكون حلوه قوي قوي، وبتكون رقيقه كده وجميله، وزي ما قلت لكم بتكون مناسبه جدا جدا ل يعني عيد ميلاد زوجك، عيد زواجك كده يعني. طبعا كنت مجهزة الفيونكات الستان، وكنت بقى ربطها كده ومجهزاها علشان لما اخلص التورتايه يا دوب ادخلها التلاجة تتشمع كده تشميعة بسيطة، وهبدأ عند التسليم احط بقى الفيونكات الستان. بالنسبة لحجز التورت يا بنات، يعني حجز التورت ما ينفعش ابدا ان انت تاخدي حجز تورتايه في نفس اليوم، استحالة. التورت بيكون ليها تجهيز مسبق، وبيكون ليها يعني خطوات كتير قوي قوي، فما تحاوليش تزنقي نفسك. وعلى جروبك كده بكل ذوق اكتبي بوست على ان التورت ما ينفعش ان هي تتخبز وتتزين وتطلع في نفس اليوم، ما بتكونش احسن حاجة خالص. دي ما فيهاش حاجة تزعل، لان برضو انا الموضوع ده بيواجهني كتير قوي، بلاقي حد بيكلمني عايز تورتايه النهارده فلا، فبيزعلوا مني. فلا، واحدة واحدة بدأت أصمم على رأيي، وإن مفيش تورت بتتخبز وتتسلم في نفس اليوم. ده كان شكلها النهائي، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. إن شاء الله بإذن الله فيديو قريب عن تورته برضو. باي باي.